السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. من المرتقب ستعرف الجزائر ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. أجواء مستقرة إلى قليلة السحب بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تتراوح ببسكرة 38 درجة، بجلفة 29 درجة، بتيارت 25 درجة، بوهران 24 درجة، بالمشرية 30 درجة. وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي الولايات الجزائرية. وخلال يوم السبت 11 من جويلي أجواء حارة بتبسة وقسنطينة وسوق هراس وعنابة وجيجي وبجاية وولاية الطارف، وكذلك مع تشكل سحب ركامية فوق المناطق الجبلية قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية. استمرار موجة الحر خلال يوم السبت 11 من جويلي. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بورقلة وبسكرة وجلفة والمشرية وتيارت ووهران والجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة وسكيكدا، وكذلك بيتي وزو وبرج بوعريج. وأجواء مستقرة إلا قليلة السحب بباقي الولايات. خلال يوم الأحد 12 من جويلي أجواء حارة ببسكرة وعنابة وقسنطينة وتيارت والمشري وهران وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازا وبالعاصمة الجزائرية. وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. يوم الاثنين 13 من جويلي أجواء حارة ببسكرة وجلفة وقسنطينة وعنابة وتيارت ووهران والمشري ورقلة وأدرار وتمن راست والإليزي. وإلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام المقبلة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد، ونلتقي في نشرة قادمة بحول الله.